الهزيمة الأولى للترجي الرياضي أمام الملعب التونسي والانتصار الثالث للملعب التونسي على التوالي. هزيمة الترجي الرياضي اليوم ترجع إلى سببين اثنين، أولا الحصار اللي فرضه الملعب التونسي على كل من هيثم عبيد وكذلك نبيل معلول وسامي شعبان، مما خلى الهجوم متكون من طارق ذياب وبسام الجريدي منعزل تماما، بينما الترجي افتتح النتيجة منذ الدقيقة العاشرة عن طريق اللاعب بسام الجريدي اثر فتحة من طارق ذياب. لكن هذا الهدف المبكر اللي كان ربما خلينا ننتظر عدة أهداف انعكس تماما، وخلى الملعب التونسي بعد تقريبا مرور 7 دقائق فقط يتمكن من تعديل النتيجة اثر هدف الأول للترجي الرياضي اثر العملية هذه. الترجي الرياضي إذن يفتتح النتيجة عن طريق بسام الجريدي، لكن بعد 7 دقائق فقط يتمكن الملعب التونسي اثر هجوم وركنية ينفذها اللاعب المهذبي من تعديل النتيجة عن طريق اللاعب الداوي. وهنا الدفاع وخاصة الحارس هشام يتحمل مسؤولية كبيرة في هذا الهدف اللي كان بإمكانه باش يتفاداه. ومنذ الدقيقة هذه إذن الملعب التونسي قاعد يلعب دائما هجمات معاكسة بلاعبين، اللاعب الهرجال اللي حقيقة كان اليوم رجل المقابلة، وكذلك اللاعب المهذبي اللي لعب كمهاجم بأتم معنى الكلمة، بينما دائما نشوفوه في وسط الميدان. ينتهي إذن الشوط الأول بالتعادل هدف لهدف، وأظهر الترجي الرياضي شيء من التعب خاصة على لاعبي وسط الميدان، نقطة قوة الترجي الرياضي اللي منذ الموسم الماضي وبداية هذا الموسم فرض بها السيطرة متاعه على البطولة القومية. إذن بعد الحصار على وسط الميدان الملعب التونسي تمكن خاصة في الشوط الثاني من فرض السيطرة متاعه في بداية الشوط الثاني، ومن تسجيل الهدف الثاني هدف الانتصار عن طريق اللاعب بن فرحات أواخر الشوط الأول اللي ما أتى حتى نتيجة. وهنا عملية الهدف الثاني هفوة من نبيل معلول اللي اليوم ظهر عليه تعب كبير وهذا طبيعي، وهفوة متاع كذلك الحارس هشام اللي كان بإمكانه باش يسكر الزاوية اليمنى، نظرا اللي كان بناحية كان مع اللاعب بن فرحات، لكن مع هذا بن فرحات بساقه اليسار معروف يلعب باليمين يتمكن من تسجيل الهدف الثاني. رغم أن الترجي الرياضي في بداية الشوط الثاني أقحم اللاعب تلمساني مكان سامي شعبان اللي خرج اثر اصابه، لكن هذا التغيير ما اتاش بالاكل نتاعو. وربما السؤال مطروح لما الترجي لحد الان يلعب دائما ب5 لاعبي وسط ميدان، واصبح كل فريق يستعد الاستعداد التام بهذه الخطه ويفرض حصار كبير على كل من نبيل معلول، سامي شعبان، هيثم عبيد او طارق ذياب، مما يخلي اللاعب بسام الجريدي وحده. هذا الهدف الثالث يسجله الملعب التونسي، لكن ثم تسلل واضح عند القذف نتاع المهذبي، ثم لاعب في التسلل بناحية يرجع ويخليه ما بينه وبين شوشان، إذا ثم تسلل واضح. كذلك اليوم الملعب التونسي كان على المستوى البدني قوي جدا على عكس الترجي الرياضي اللي فرض تقريبا من بداية الدقيقة 14 حصار كبير على مرمى الملعب التونسي، لكن بدون جدوى. الحظ ربما لعب دور كبير في عدم حصول الترجي على هدف التعادل، لكن الحظ كذلك هو عنصر من عناصر انتصار الفرق والحصول على نقاط الأربعة مثل ما جرى اليوم في الملعب الأولمبي بالمنزل. إذا الترجي مطالب ربما بإعادة النظر في الخطة نتاعو اللي تعتمد لحد الآن على 5 لاعبي وسط ميدان، خاصة بعد الإصابة اللي تعرض لها اللاعب منذر بواب اللي يعتبر من الركيزة الأساسية لفريق الترجي الرياضي، واللي اليوم خلى هذا الدور موكول إلى بن محمود فقط، بينما كل من نبيل معلول وبسام الجريدي وطارق ذياب لاعبين اللي عندهم بصفة عامة يميلوا إلى الهجوم.